يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. انسى كل اللي شفته قبل كده وفتح عينك معايا عشان اللي هتشوفه دلوقتي بره المنطق. النهاردة مش بنعرض فيديوهات، احنا بنكشف لك مستور كوكب غريب. بشر قلوبهم جمدت لدرجة انهم بيعيشوا مع الوحوش المفترسة، وعضلات بشرية اتخلقت عشان تهز قوانين الفيزياء. ومش بس كده، ده احنا هنروح لأماكن فيها الجاموس بيتعامل معاملة الملوك، وأماكن تانية الصدمة فيها هتحسسك إنك في كوكب تاني. حضر نفسك وجهز قلبك، اربط الحزام وركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه النهاردة مش مجرد فيديوهات. ويلا بينا. الهند من أكتر الدول اللي فيها ديانات غريبة، من أول الناس اللي بتعبد الحيوانات لحد الناس اللي بتعبد الأسفلت. لكن عمرك سمعت عن الناس اللي بتعبد التماسيح؟ أيوة يا سيدي، في ناس في الهند بتعمل كده وبتقدم لها الأكل وكل حاجة زي ما انت شايف. والأغرب إن التماسيح مش بتهجم عليهم ومستسلمة تماما. واللي يجننك بجد إن التماسيح دي بتفهم لغة الإشارة بتاعت الكهنة، لدرجة إنهم لو نادوا على تمساح بالاسم بيسيب المية ويطلع كأنه كلب حراسة مش وحش مفترس. سيبك بقى من التماسيح وبص على الوحش البشري ده بيعمل إيه. تعالوا بقى نشوف فيكتور بلافنيك اللي فيه ناس كتير بتصنفه كأقوى راجل في العالم. الراجل ده بيعمل حاجات بتعدي حدود المنطق تماما. زي ما انت شايف بيقدر يلعب بأوزان تقيلة مفيش حد يقدر يقرب منها، ده غير استعراضات القوة اللي بيشتهر بيها زي انه يشيل أوزان بسنانه. واللي يجننك بجد ان فيكتور بيعتمد على تكنيك الأعصاب الحديدية، لدرجة انه بيشيل أوزان بتعادل أضعاف وزنه من غير ما عضلاته تتقطع، وكأنه كسر قوانين الطب والفيزياء في اللحظة دي. بس سيبك من قوة العضلات وتعال شوف الحيوان اللي سعره أغلى من العربيات المرسيدس. تعال بقى أوريك أغرب حيوان في العالم، الجاموس الأبيض التايلاندي. الجاموس ده مختلف تماماً عن اللي نعرفه، لا بيتاكل ولا بيعمل أي حاجة. وخد بقى الزتونة دي عندك، الجاموس ده مش مجرد شكل، ده بيعتبر ثروة متحركة وقيمته بتوصل لمبالغ خيالية. يعني في جاموسة منها اتباعت في تايلاند بمبلغ بيوصل ل 18 مليون بات، يعني حوالي $500,000. وده لأنهم بيعتبروه رمز للحظ، وعشان كده بيدلعوه ويلبسوه زي ما انت شايف. سيبك بقى من جماله وتعالى شوف الحيوان ده في الهند بيتعاملوا معاه ازاي. من أكتر الحاجات اللي هتصدمك في الهند هو المشهد اللي قدامك ده. وأول ما تشوفه هتسأل نفسك سؤال واحد، هو الشخص ده بيعمل إيه بالظبط؟ أحب أقولك إن الراجل ده بياخد البركة من الجاموسة اللي قدامك دي. وخد دي كمان، الموضوع هناك مش مجرد حركة وخلاص، ده في قوانين ممكن تسجن اللي يأذي الحيوانات دي. والشخص اللي قدامك ده مقتنع إن دي للجاموسة ده في سر الشفاء من الأمراض. تخيل، الحيوان اللي بنذبحه عندنا هناك بيعبدوه. ومن تقديس الحيوانات لطقوس تانية هتخليك تسأل نفسك هو إيه اللي بيحصل في العالم ده. ومش هنقدر ننهي رحلتنا من غير ما نعدي على أغرب وأكتر عادة بتوجع القلب في آسيا، وهي أكل الكلاب. زي ما انت شايف في مهرجانات ودول كاملة بتعتبر اللحمة دي كنز وبياكلوها بشهية غريبة. والموضوع هناك مش مجرد أكل، ده اعتقاد عندهم إن اللحمة دي بتدي طاقة وقوة مش موجودة في أي حاجة تانية. واللي يجننك بجد إن أشهر مهرجان لأكل الكلاب في العالم بيستهلك أكتر من 10,000 كلب في أسبوع واحد بس. ورغم كل الهجوم العالمي عليهم، هم لسه مقتنعين إن دي عادة بتطرد الأرواح الشريرة وبتحسن الصحة. سيبك من كل اللي فات وركز في النضارة اللي هتخليك تشك في الحقيقة. تعالوا بقى ندخل في المستقبل مع نظارات الواقع الافتراضي أو VR اللي قلبت موازين الألعاب والترفيه في العالم كله. النضارة دي مش مجرد شاشة بتشوفها، دي بتخليك تعيش جوه اللعبة بكل حواسك. زي ما انت شايف الناس بتتحرك وبتتفاعل وكأنهم في عالم تاني ملوش وجود. واللي يجننت بجد إن المخ مع الوقت ما بيقدرش يفرق بين اللي شايفه في النضارة وبين الحقيقة، لدرجة إن جسمك ممكن يفرز أدرينالين ويحس بالخوف أو السقوط فعلياً وانت واقف مكانك في أوضتك، وكأن عقلك اتعمل له هاكر رسمي من شوية عدسات وبرمجيات. في النهاية زي ما شفتوا العالم مليان حاجات أغرب من الخيال، من قوة بشرية بتكسر المنطق لعادات وتقاليد ممكن تصدمك، وصولاً لتكنولوجيا بتخطف عقلك لعالم تاني خالص. كل اللي شفته بيأكد حاجة واحدة، إننا لسه ما شفناش كل حاجة، والكون ده لسه مخبي لينا مفاجآت كتير. وقبل ما تقفل قولي في التعليقات إيه أكتر لقطة صدمتك في الفيديو، وهل تقدر تلبس نظارة الواقع الافتراضي وتجرب شعور السقوط؟ مستني رأيكم، وما تنسوش اللايك والفولو عشان اللي جاي أجنب كتير. سلام.